يبعثوا فينا للماضي. يقول لك شوف للماضي، ما زلنا نهضروا على الثوره الجزائريه، ما زلنا نهضروا على عهد السبعينيات، يقول كنا مليح، الثمانينات كنا مليح. شوف الراجل هذا كيفاش دار شاف باللي يروح يتفاهم مع امريكا، يبرم معها عقد اللي تخدم المصلحتين، لانه احنا دائما لساننا طوال كجزائريين، لساننا طويل. قال المغرب هذا تونس كيفاش تروح لامريكا، هذا هما يبحثوا على استراتيجيات الدوام في التاريخ. احنا ما عندناش وحتى لو الجزائر مثلا كانت تحب تعقد هذا تبرم عقد من هذا القبيل مع امريكا، لكانت امريكا ترفض. ما تثقش في الجزائر كما تثق في تونس. لماذا؟ تونس تعرضت الى امتحان عظيم ونجحت فيه، ونرى اليوم ان تونس عندها الدستور ارض الدساتير. كنا تكلمنا في السابق، نعم. السابقه قلنا باللي تونس ماشيه في التاريخ منذ قريب 3000 سنه وهي يقودها الدستور. فكره مصطلح الدستور، مصطلح احنا شعب بدون دستور، ما عندناش كواغت في التاريخ، هايمين. نو سوم دي كلونديستان دو ليستوار، نو سوم دي ريسكيور دو ليستوار. زادم بلا كواغت كما الهجره الغير الشرعيه، احنا عباره على هجره غير شرعيه في التاريخ، زاد من هكذاك برك. معناها من حيث الاستقرار سيد نور الدين بوكروح، ربما انت تقول بانه تونس تشوفنا بانه بلد غير مستقر، ربما حتى الدول الغربيه هل تنظر الينا باننا بلد مستقر ولا غير مستقر؟ وش علاقه مثلا، انت تكلمت الان على ليبيا، علاقه الاتفاق هذا الذي ابرمه قايد سبسي مع ليبيا، اللي سؤال كبير، هل ممكن ترفد بالراس كما يقولوا، ولا ممكن تخرج من الأزمة اللي راهي فيها ولا ما تخرجش؟ علاقة الحدث هذا مع رياح الربيع العربي اللي كما قلت جاز كما يقولوا على تونس سلامات، في ليبيا أوقع كارثة، في المغرب يعني قدر السلطات المغربية قدرت تبصر به، يعني تمتصوا بحيث وقعت تغييرات. لكن وش راح يكون الوقع تاعو هنا في الجزائر؟ شكرا سيد سلطان، ياك عطيتنا فرصه من خلال الاشكاليه اللي اخترتها انت للحصه هذه، فرصه للجزائري باش يشوف من نفسه، لكن قلنا من زاويه يروح شغل يطلع على روحه من الخارج. قال ضرب دوره لتونس وشوفنا كيفاش، ماشي احنا نغنيو برواحنا ونطبلوا لنفوسنا ونقولوا احنا عظماء المغرب العربي. احنا الدولة الأخيرة في حقيقيا موضوعيا آخر دولة في المغرب العربي كما يسموه هي الجزائر. ودوك نقول كيفاش كي نشوفوا التاريخ البعيد. رانا هضرنا على تونس كانت جاية بالدستور منذ 1000 سنة، 7 قرون قبل المسيح، في عهد قرطاج. نعم. المغرب الدولة المروك دولة تأسست منذ قريب 7-8 قرون، وهي نفس الحكام نفس النظام، سميه دوك انت الملكية، سميه المخزن، سميه يعني إمارة كما تحب، لكن دولة مستقرة مستمرة منذ 7، ماشي ما تبدل فيها فرينها يعني. نعم. تونس والمروك ما تعرضوش إلى استعمار وين استعمار مثل الاستعمار اللي تعرضنا له احنا تمحينا. احنا الاستعمار جاء بشكل كولونيزاسيون دو بوبلومون، يعني جاو مليون فرنسي اسباني بورتوغي وايطالي ولا استيطاني جاو هنا، وحنا حطونا على الهامش، رماونا للجبال والصحاري، هما داو المدن وبناو المدن هما اللي بناوهم، ماشي احنا بنيناهم. اما هذه الظاهره ما ظهرت ولا في تونس ولا في المغرب وحتى ولا في ليبيا ايضا ما تعرضتش الى استعمار استيطاني، كولونيزاسيون دو بوبلومون. كانت في وقت ما ايطاليا وشويه بريطانيا، عبر يعني حسب ظروف الحرب العالميه الثانيه، الحرب العالميه الاولى. اذا احنا في المغرب العربي 4 دول هادو، ما نذكروش، خليو على الجانب موريتانيا ومصر. هاد الدول هادو الدوله الغير المستقره في تاريخها، اللي تاريخها القديم غير واضح، ومستقبلها يعني ماشي واضح، يعني سومبر اوبسكور، يعني مظلم، يعني فيه ظلام. رؤيتنا لمستقبلنا يعني تخوف، مخيفه، وحنا الجزائريين شاعرين بها باللي يستيقظوا نهار يخلص البترول، يستيقظوا مستقبلهم يشوفوا باللي ما عندهمش فاش يشدوا، ما عندهمش تركيز. اقتصاد، شوف اقتصاد المغرب، اقتصاد تونس ما يتحولش ما يتغيرش، كان هكذا في القرن 19، قرن 18، قرن 20 وقرن 21، ما همش مرتبطين بالبترول. الجزائر هي نتيجه النفط. الجيري كما قال لك الاخر، كان واحد المؤرخ روماني يقول لك باللي ليجيبت est un produit du Nil.
مصر هي يعني نتيجه النيل. نعم. احنا نصوم ان برودوي دي بترول، هذا ما كان. اذا نرجعوا لهذه، دوك تونس برمت هذا العقد هذا، اعطاها ضمانات، كل الضمانات باللي ما كاش دوله غدوه تقدر تعتدي على تونس او تحتل تونس، عندها الستاتيو هذا. المروك عنده نفس الستاتيو ولكن منذ الستينيات. نعم. منذ الستينيات. ليبيا دوك راهي في حاله كبيره، اما الجزائر دوك احنا عندنا على في شرقنا تونس، في غربنا المغرب، كلهم عندهم ضمانات. احنا الجزائر عندنا واحد المقوله من بكري يفتخروا بها الحكام تاوعنا، وهي عباره في الحقيقه جاهله، تحمل اكثر من الجهل، اكثر من الوضوح، من الرؤيه المستشرفه. يقول لك السياسه الجزائريه تعكس السياسه الخارجيه، تعكس السياسه الداخليه. احنا نعرف انه السياسه الداخليه كانت فشل على فشل. اذا السياسه الخارجيه اذا كانت تعكس الداخل عكس الخارج عندها فشل ايضا، وهي فشل لانه الجزائر مع عمرها دخلت في اي تحالف مع اي دوله، مع اي مجموعه من الدول، ولا على الصعيد العسكري ولا على الصعيد الاقتصادي المالي. كي طحت بينا في التسعينيات صبنا روحنا يعني بالمديونيه خانقه. الله ميرسي دو كلوب دو باري، دو كلوب دو باري. صبنا روحنا وحدنا. علاش؟ لانه دوك الدول الاخرى، الدول الكبرى اوروبا دوك عندهم علاقات ملاح معنا، لان عندنا النفط. كاينه حاجه حنا رانا نزودوهم بالغاز والبترول، خاصه الغاز يحتاجوه، ما عندهمش الغاز يجيبوه من روسيا ويحبوا يتحروا من التبعيه لروسيا لاسباب استراتيجيه. عندهم الجزائر علينا بيرسون نو باري ان دولار سور نوتر افنير. عارفين باللي الدوله الوحيده، شوف كيفاش يعني الدول الاخرى تعمل المستقبل، تبني المستقبل. احنا حاضرنا هو اعاده معيشه الماضي. نوتر بريزون est une forme يعني une façon de revivre notre passé. نقول لك بالمناسبه هذه انا شفت قبل ايام الصور اللي عطتها لنا التلفزه حول المؤتمر تاع جبهه التحرير الوطني. تابعته كما كل الناس في التلفزه. نشوف الصف الاول من الناس المدعوين، كاين الصف الاول فيه السفراء، سفراء الغرب والشرق وكل دول العالم. وفي القاعه هذيك تشوف يعني يوريو صور تاع الجزائر في عهد الستينيات والسبعينيات، ماشي صور يعني يرجع قبل، اما واحد ما راهو يراه شغل ديزيكستري تاع التلفزه، يوريو لك صور حيه عن الجزائر الستينيات والسبعينيات ورؤسها انذاك. احنا الجزائريين مالفين بالهبال هذا وعايشين في الهبال هذا، كاننا يعني في دار المخلين عقليا، انا زيل دو فو، يوريونا باللي مستقبلنا هو ماضينا. اما انا تساءلت كي شفت الصور قلت واش راهم يفكروا فينا هاد السفراء تاع امريكا، فرنسا، بريطانيا، كل الدول اللي تشوف الصور يقول لك شعب مهبول. هذا شعب مهبول، هذا شعب يعني راهو يشوف الماضي، ما عندوش مستقبل، ما عندوش صور حول المستقبل يعطيها لنا نشوفوها، او حول الحاضر يعطينا الصور تاع المجد تاع الستينات والسبعينات. كيفاش تحب تكون نقولوا باللي احنا دوله بالصحه يعني كامله ولا رانا عندنا مستقبل؟ ما عندناش مستقبل بهذا المنطق. اما دوك تهضر تاع نهضروا على الجانب العسكري، احنا عندنا مشكل مثلا مع قضيه، مع مشكل مع المغرب. هذا الناس كل جزائري يعرفوا من اجل يعني بسبب قضيه الصحراء الغربيه. الصحراء الغربيه دوكا تيك عندها الازمه هذه 40 سنه، بدايه السبعينات ما ربحنا فيها شيء، ما تقدمنا في الملف هذا، ما قلنا باللي الملف هذا تاعنا ولا ماشي تاعنا، قال نتلاعبوا، قال هذا قضيه الامم المتحده، والامم المتحده ماشي معوله تجد حل لهذه القضيه. المغرب دا الارض، احنا دينا الشعارات، قال احترام حريه تقرير المصير للشعوب. قاعدين يعني كما قلت لك واحد الخطا استعملت الصوره لا بروا اي لومبر، المروك دا لا بروا الفريسه وحنا دينا الهضره. كنت انا عده مرات اشرت قلت يا ودي لازمنا ربما نعاودوا نراجعوا سياستنا الخارجيه بحزم بقوه، نعاود نفتح الملفات. قال وراهي مصلحتنا، شحال قادرين نبقاو يعني معلقين هكذا كما يقول لك ما متلقى ما محبوسه، مش عارف كيفاش كاين هكذا. درك هذا الحل معلقه ولا يعني دوك الحل هذا اما يكمن بين احنا والمغرب والصحراء الغربيه، يعني جمهوريه الصحراء الغربيه، اما نصيبوا حل. 40 سنه الامم المتحده ما صابتناش حل وما راحش تصيب حل، والامم المتحده اللي يسيرها مجلس الامن، اعضاء المجلس الامن كلهم يعني تبناو الموقف المغربي ماشي الموقف الجزائري. نعم.
احنا خاسرين حاصلين في هذه الازمه هذه، وربما كاش نهار يقدر يتسببنا في حرب مع المغرب. لازم نفتحوا عينينا على الحقائق. والمغرب باستطاعته أن يعلن حربا على الجزائر، لكن هل الجزائر ممكن باستطاعتها؟ أنا أسأل لا، لكن هل الجزائر قادرة تعلن الحرب على؟ هاي لك المشكل. دوك حنا دوك شغل الدوله تاعنا قلنا ما كاين ملفات يعني دي دوسي ريزيرفي يشوف فيهم رئيس الجمهوريه. الشعب ما عندوش حق يهضر في الاخر. حنا قال عندنا الفاهمين هادو راهم يدبروا في الملفات. هو حط الملف في الحقيقه حطه تحت الكرسي، ما عالج القضيه ما والو، يتخبى في الايام. دائما سياستنا هذاك نتخباو في الايام. قال لك خليك كاش نهار يا خويا ما نقدروش حنا نبقاو في الوضعيات دي بالنسبه للملف هذا، لانه ماشي الملف في حد ذاته برك. قلنا يقدر يتسبب في حرب مع المغرب. حنا درك على غربنا. المروك عنده ستاتيو هذا تاع مومبر اسوسيي، يعني عنده ستاتيو تاع مومبر اسيميلي دو لوطون مع امريكا منذ الابد، منذ الستينات. هو بالمناسبه سيد نور الدين بوكروح، العضويات في لوطون هي عضويات مختلفه يعني. كما دوك الاتحاد الاوروبي مثلا، الاتحاد الاوروبي على الصعيد الاقتصادي عنده ديزاكور داسوسياسيون مع المغرب منذ التسعينيات، مع تونس، وفي بدايه القرن هذا 21 مع الجزائر. يعني شغل شبه كانك عضو، ما راكش مومبر. كاين شروط، راك ان مومبر اسيميلي، عندك ان ستاتيو انترميديير. دوك على غربنا عندنا دوله جارنا عنده تحالف عسكري اقتصادي في كل ما سياسي. هذا المغرب. تونس صبحت كيف غدوه الله لا يقدر رانا غربا وشرقا، ما نهضرش على جنوبا. ليبيا مهلوكه الحاله، موريتانيا، المالي، النيجر، كلهم الناس كل تعرف باللي يعني واش وين راهم مستقبلنا حنا. وزيد حنا بزاف الناس يقول لك حنا دوك عندنا جيش متطور، كسب خبره. لكن الجيش هذا منين يجي؟ 99% من التجهيز تاعو جاي من الخارج. كل الاجهزه العسكريه كي تدخل عندنا، امريكا عندها القائمه، كل الدول، فرنسا عندها القائمه بالضبط. على بالهم مستوى تاعنا التجهيزي، العتاد اللي عندنا، القدرات العسكريه يعرفوها خير منا ربما، ويعرفوا وين راهي ويعرفوا قدرتها، وعندهم كل المؤهلات باش هذه القوه العسكريه يقدروا يعني يجعلوا منها ما تتحركش كما داروا مع صدام حسين. ما عندهم لي ساتيليت عندهم. اذن وين راهي هذه الرؤيه الجيوستراتيجيه كيفاش يقولوا الاستشرافيه لمستقبل الجزائر؟ هل احنا نقول لك، انا قلت لك لو كان الجزائر عرضت على امريكا باش تحصل على لو ستاتيو هذا كما دارت تونس، ما كانوا يقبلوها امريكا. لماذا؟ أنا قلت لك علاش. قلت لي بأنه يشوفوا بأنه الجزائر هي يعني لو فونتر مو دو لا ريجيون. الفونتر مو ما تعرفش تصلحها. الجزائر هذه قاعده خطرات تشطح على الرجل اليسار ولا اليمين، ما استقرتش يعني سياسيا، ما حددش يعني. احنا الوحيد ما عندنا حتى اتفاقيه ولا عسكريه ولا ماليه ولا اقتصاديه ولا اعضاء في المنظمه العالميه للتجاره، والو. هايمين هكذا قاعدين بفهامتنا بقفازتنا حاسبين شطاره. هي ماشي شطاره كي يقول لك هذه باللي يعني احنا الجزائر هذا هو محتوى مصطلح الاستقلال. لا، راك غلط. اليوم الاستقلال علاش مال هذوك فرنسا، المانيا، بريطانيا، كل الدول الاوروبيه هذوما اللي راهم دوك عددهم يعني راهو قريب 28 اللي داخلين في الاتحاد الاوروبي، هذو يعني ما يعرفوش هما الاستقلال الوطني كيف يعرفوا خير منا. يعني حاب دوك العالم يتكاتل، العالم يعني يتحد، كل واحد يروح وين يصيب يعني مصالحه. الا احنا نبقى وحدنا. يعني مازال حاب تقول سيد نور الدين بوكروح انه مازلنا سجناء، اوني توجور دي زوتاج ولا دي بريزونيي دو كونسيبت، يعني دو كونسيبت تاع الستينات والسبعينات اللي كانوا في الستينات غالطين، ماشي محسوب قدامه برك. من البدايه كنا غالطين. فعلا احنا شوف مثلا مشروع الاتحاد المغاربي، الجزائر كانت من السباقين في عهد الرئيس شادي بجدي الله يرحمه. لكن هذا باقي ملف ميت. علاش؟ يعني هذا الفضاء تاعنا علاش حنا دوك بسهوله. لكن حتى ليبيا حبينا ندخلوا زعما في الملف تاعهم باش نحصلوا يعني الوفاق بين الاطراف المتنازعه. بعد سيبهم راحوا المغرب، هم في صخيرات، هم راحوا للدول الاخرى. الجزائر دائما خاسره، تدفع اموال، تدفع قروض، تضحي باشياء، بعد ذلك ما تكسب والو، ما تدخل والو في لاكاس. ما ندخلوش لاكاس. حنا عندنا كاس تاع البترول يحكموا فيها مجموعه من الناس، لاخاطش لو كان جات اقتصاد متوزع ومبني على الشعب، الدولة تصبح خاضعة للضرائب، خاضعة للمدخول تاعها من الاقتصاد تاع الشعب، يعني تراعي الشعب، تاخذ بعين الاعتبار واش يفكر الشعب، واش يحب الشعب. علاش حنا غير فيها بين الدول هذوما قاعدين نعزلوا في نفوسنا
ونوخروا يعني من لعبه الامم في الكون. دائما احنا هنا ويقول لك احنا، ويقول لك دوك الجزائر مثلا واش اللي رانا الشيء اللي يربطنا مع امريكا، هذا يعني التنسيق في محاربه الارهاب. لكن شكون من مؤسسي الارهاب، منتجي الارهاب، شكون في التسعينات في المغرب؟ الجزائر اللي ظهر فيها الارهاب. نعم. ما جاناش من الخارج الارهاب، حنا انتجناه بالفهامه ديالنا، بالتصور تاعنا للدوله الاسلاميه والفهامه هذيك. احنا اصبح جيش ارهابي بالعشرات الالاف. كانت الاحصائيات الرسميه كي نشوفوا عدد الارهابيين اللي قتلوا راهم 30,000 ولا اكثر. 30,000 هو جيش، راهو جيش. معناه الجزائر حاب تقول بانه دوله منتجه للارهاب، انتجت الارهاب، انتجناه حقيقه في تسعينيات القرن الماضي، وباقيين بهذا التفكير الحالي. هذا يعني شغل تعايش بين خطاب رسمي يدفع فينا باش نمجدوا الماضي القريب تاع الستينيات والسبعينيات، الماضي تاع الرئيس باش نقولوها بصفه صريحه. من جهه اخرى عندنا الخطاب الديني يدفع فينا الى تمجيد الماضي ايضا، لكن الماضي ماهيش ماضينا احنا، ماضي العالم الاسلامي، ماضي الاسلام، ماضي يعني اشكاليه اللي ماشي اشكاليه جزائريه. يا خويا علاش هذا تسلطوا علينا احنا كل شيء هذا؟